السلام عليكم، إزيكم وعاملين إيه؟ تعالوا بقى بينا نفرّز ورق العنب، وخاصةً إن هو الموسم بتاعه دلوقتي بطريقة سهلة جدًا، وكمان مش هياخد معاكِ أي مكان في الفريزر، وهيقعد معاكِ لمدة سنة وأكتر. من أحلى الطرق اللي اعتمدتها هاوريها لكم دلوقتي. أول حاجة بننقي الورق يكون أخضر ويكون لسه كده في الأول بشاير، بيكون طري شوية وناعم. بعد كده بقى هنبدأ نسلق الورق العنب. عندي في حلة على النار كده فيها مَيّة، هانزل بعصرة ليمونة وكمان نُص معلقة صغيرة من الملح، بس دي مادة الحفظ مش أكتر، أو معلقة صغيرة. بعد كده بقى هابدأ أسلُق ورق العنب بالطريقة دي، ما تخافيش، اغمريه بس بالمَيّة تبقى المَيّة واصلة ليه كُلّه تمام، بس ما بيتسلقش كتير. أول ما بيغيّر لون بابدأ أقلبه على الناحية التانية، مش زي ما أكون هاجي أستخدمه، يعني باسلقه سريعًا كده. وبعد كده بقى هابدأ آخده، طبعًا هاحطه في مَيّة باردة عشان يوقّف السِوَى بتاعه. هاحط كمان كمية، ما تخافوش، أهم حاجة هو هيستوي بس تكون المَيّة غمراه، يعني المَيّة زيادة عليه. وهنا بقى هاسيبه يبرد شوية، وبعد ما بيبرد بابدأ بقى آخده وأحطه في مصفى بنفس الشكل كده، وهو محطوط كُلّه على بعضه ورصّاه كُلّه على بعضه. بعد ما يبرد خالص باصفّيه من المَيّة وبابدأ بقى أحطه في أكياس، وأبدأ كده أخرّج الهوا وأقفل الكيس بالشكل ده. طبعًا أنا واخدة جزء هاعمله في فيديو تاني، عاملة طاجن ورق عنب، ففي لسه كمية تانية. وطبعًا أنا عندي في الفريزر من السنة اللي فاتت، بس حبيت أورّيكم كمان الطريقة اللي أنا باعمل بيها أو بافرّز بيها وباحفظ بيها ورق العنب. بعد كده بقى هاخده في الفريزر، طبعًا ما بياخدش أي مكان وفي نفس الوقت سهل جدًا. أنا سوزان محمد، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير، والسلام عليكم.